السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب ان الجميع يكون بخير. النهارده معانا وصفة جديدة على القناة، اتمنى انها تعجبكم. النهارده معانا وصفة حلوة قوي. الفراخ المشوية في الفرن او اوراق في المشوية في الفرن. آه، هنعملها النهارده بتتبيلة جميلة جدا، بتتبيلة سهلة جدا. آه، انسي اي تتبيلة تانية انسي عملتيها، وان شاء الله التتبيلة دي هتعجبك وهتعتمديها دايما في الفراخ المشوية عندك. متنسيش بقى سبسكرايب للقناة ولايك ويلا مع بعض ندخل نشوف الطريقة اتعملت ازاي، وازاي عملنا شويناها ازاي في الفرن، وطلعت ازاي باللون الجميل ده. يلا مع بعض. اول حاجة نسمي الله وبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة انا جبت دي بصلية، يا اما كبيرة يا اما اتنين متوسطين كده، اضربهم في الكبة جامد لغاية لما ينهوا معاكي. ومعاهم يعني لو حابة تعملي كلهم مع بعضيه يعني. ومعاهم طماطمية كده متوسطة. بس اهم حاجة البصل يبقى اكتر من الطماطم، يعني عشان يبقى ايه الطعم باين حلو. وهحط بقى ايه معاهم وانا بضرب البصل حطيت قرن فلفل سبايسي يعني معاه الطحن في المطحنة معاهم. احط بقى البهارات اللي هحطها ايه بقى. حطيت مكعب مرقة دجاج او ممكن اتنين. حطيت كاري، حطيت بابريكا، حطيت فلفل اسود، حطيت ملح، وحطيت قرفة يعني مع ربع معلقة قرفة كده للي بيحب القرفة، اللي ما بيحبش ريحتها بلاش خالص. وحطيت زنجبيل. ونسيت اقولك كمان ان انا حاطه توم فريش مع البصل وهو بيتطحن في المطحنه، يعني انا بطحنهم مع بعض. حطيت حوالي 4 فصوص توم كده كبار، وحطيت معاهم قرن فلفل سبايسي. مش حابه السبايسي ممكن تحطي عادي، عندك فلفل الوان ممكن برضو تحطي في قلب المطحنه، هيبقى جميل جدا وطعمه تحفه. التتبيله دي خلاص عملناها بالمنظر ده، ده تقليبه حلوه كده، ونركنها على جنب كده حوالي ايه، يعني دقيقتين تلاتة كده، بحيث ان البصل ايه ينزل الميه بتاعته. تمام. تتبيله سهله جدا ومكونات سهله جدا جدا جدا. آه ده انا جبت كده بصلايه كبيره او بصلتين برضو، زي ما تحبي. حطيت عليهم نص معلقه فلفل اسود، وحطيت عليهم يعني حوالي ربع معلقه ملح، يعني اقل كمان. وحطيت عليهم معلقه دبس رمان، معلقه واحده كبيره كده او. تمام. وهقلب بقى كل ده تقليبه كويسه جدا. وادي كده ده تاني مكون معايا انا خلصته. التتبيله دي بجد هتودي الفراخ في حته تانية خالص. وعلى فكره التتبيله الاولانيه لو انت حابه تحطي عليها صويا صوص ودبس الرمان حطي برضو، مش وحش يعني، ده حاجه برضو كويسه لو انت بتحبيه في الاكل. بصي بقى انا هجيب بقى ايه كده، دي الصينيه اللي انا هعمل فيها يعني، دي الصينيه اللي لقيتها كويسه على مقاس الاوراق اللي عندي، يعني اللي هتاخد المقاس. انا هشيلها وهجيب بقى الاوراق بتاعتي دلوقتي. انا غسلاهم غسله كويسه جدا ونقعاهم نقعه، يعني مش اكتر من ساعتين يعني، مش اقل من ساعتين قصدي. آه منقوعين في خل وملح وليمون ودقيق. تمام. لازم اهم حاجه نتاكد من نظافه آه الحاجه اللي احنا هناكلها، وخصوصا الفراخ. يعني عاملها تبقى صعبه شويه عن اللحمه وكده، يعني ليه اللحمة بتبقى اسهل، اللحمة بتبقى اسهل في طبيخها لانها مش بتتنقع ومش بتتغسل كتير زي الفراخ. الفراخ بتاخد وقت كتير جدا في الغسيل. بصي بقى انا جبت الاول التتبيله ديت وقعدت ادعك كده في يعني في الورك كده، جوه من بره ومن جوه. وبعد كده احشي بقى من بين الجلد البصل اللي انا عملناه مع بعض ده، يعني البصل اللي انا قطعته حشيته ما بين الجلد. تمام. بصي بقى لما بيتكرمل كده مع التتبيله بتاعته ويدخل الفرن بيطلع روعه حاجه كده. خيال والله العظيم بيبقى تحفه. جربيها وان شاء الله تعتمديها، وان شاء الله هتعجبك يعني التتبيله دي. بصي بقى التتبيله اللي باقيه دي كانت فاضله معايا شويه تتبيله من دي على شويه بصل، قلبتهم مع بعض وحطيتهم. مقدار الملح انا طبعا ما حطيتش كتير على البصل اللي انا حاطه في قلبي، عشان كده كده التتبيله آه هتاخد يعني الطعم كله هياخد من بعضيه. وعلى فكره مكعب مرقه الدجاج بيخلي التتبيله جميله جدا، لان هو فيه بيبقى مخصوص بيبقى فيه اللي هو ملح اليود اللي هو الملح الصيني. فبيدي طعم جميل جدا للتتبيله دي. كده الوراك قعدت معايا تقريبا ساعه في الفرن. آه بصي اول حاجه انا بحطها على الرف الوسطاني، وعلي الفرن على اخره واسيبها لمده ساعه كامله كده او حسب اقل يعني لما تاخد معاكي. آه
اولا وشها هيحمر وهتستوي معاكي كويس جدا. مستعجله عليها يبقى تحطها في الفرن من تحت تغلي بقى غلوتين كويسين وتغطيها، وبعد كده تطلعيها تحت الشوايه، او تطلعيها على الرف من فوق يعني 10 دقايق كده، ربع ساعه والفرن شغال عادي. وتجيبي الفرشه وتدهنيها بالدهان اللي تحتيها، يعني الصوص اللي نازل منها ده، تجيبي فرشه وتدهني وشها كده، هتحمر من غير شوايه برضو. آه، ده شكلها كده بعد ما طلعت. انا عايزه اوريكي قد ايه هي طريه وجميله جدا ومستويه، يعني السوا بتاعها كامل و100%، وبتتبيلتها جميله جدا. اتمنى ان انت تعملي التتبيله ديت وتجربيها وتقولي رايك فيها ايه. هوريكي بقى دلوقتي وانا كنت بقطعها. بصي انا كنت اصلا كنت شغاله والكاميرا كانت قاطعه. انا عايزه اقول لك انا بخلع بس الدبوسه كده، لقيت الدبوسه اصلا طلعت كده بسهوله ما فيش حاجه. بصي ده بقى شكل البصل، تيجي تحطيه معاكي على الرز دي كده بيبقى طعمه تحفه. بصي طريه جدا ومستويه جدا جدا. بصي شكلها تحفه والله، تتاكل اكل كده. بألف هنا شايفه، بألف هنا وشفا للي اكل، وبألف هنا وشفا للي هيعمل وياكل ان شاء الله. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش سبسكرايب للقناه واللايك، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.